اي حد بيخاف يعمل تارت ومش بيطلع مظبوط معاه، في الفيديو ده هتقدروا تحضروا عجينه تارت مظبوطه وبسيطه وناجحه من اول مره. هنحضر كمان حشوه جميله جدا وبسيطه جدا. ازاي نشكله والعجينه تكون متماسكه وما تتقطعش مننا. محدش ما بيحبش التارت ده، غير شكله شيك جدا عند التقديم، يعني ضيافه حلوه قوي، وصدقوني طعمه هيعجبكم جدا. يلا بينا نشوف الطريقه على طول مع بعض. اول حاجه هنحضرها مع بعض هي الحشوه. انا هستخدم حشوه الخوخ، 4 حبات من الخوخ حجم متوسط. هقشره وبعد كده اقطعه لمكعبات صغيره. معايا كمان نص كوبايه من الميه البارده، عليهم معلقه ونص من النشا، وهدوب النشا كويس جدا في الميه. طاسه وارفعها على النار درجه حراره متوسطه، اضيف كده الخوخ وبعد كده من نص كوبايه لكوبايه الا ربع من السكر على حسب الذوق. وهسيب كده الخوخ لحد ما ينزل كل السوائل اللي فيه. اسيبه كده لمده دقيقه بالكتير لحد كده ما كل السوائل اللي فيه تتبخر الى حد ما. بعد كده هضيف النشا اللي احنا مدوبينه في الميه مع معلقه صغيره من الفانيليا، وهقلب لمده دقيقتين لحد كده ما الحشوه قوامها يكون متماسك بنفس الشكل ده. انقل بقى الحشوه في طبق تاني وهسيبها لحد ما تبرد تماما. ودلوقتي هنحضر مع بعض العجينه. معايا كوبايه كبيره من الزبده لازم تكون طريه جدا جدا. هضيف كمان نص كوبايه من السكر الابيض، بيضه واحده بدرجه حراره المطبخ، وكوبايتين كبار من الدقيق المنخول، وانا استخدمت دقيق متعدد الاستخدامات. هضيف كده نص الكميه مع معلقه صغيره من البيكنج باودر. عجينه التورت مش بتتعجن كتير، يا دوبك نلم العجينه بس. بعد كده ضفت باقي كميه الدقيق وهلم كده العجينه لحد ما تتشكل معايا بنفس الشكل ده. القوام بتاعها كان مظبوط جدا. اشكلها كده على شكل كوره، اغطيها بورق الاسترتش وادخلها التلاجة لمده نص ساعه. انا هستخدم صينيه التورت المتحركه مقاس 26، وتقدروا تستخدموا اي صينيه متوفره عندكم. بعد نص ساعه هاخد العجينه بتاعتي واقسمها كده 3 ارباع، اخد الربع دوت برضو اغلفه بورق البلاستيك واشيله في التلاجة. اسهل طريقه نفرد بيها عجينه التورت نحطها على طول كده في الصينيه ونضغط عليها ونوزعها بايدينا. اهم حاجه بس نهتم ان كلها تكون سوا واحد، يعني نحاول كده ان الارضيه كمان ما تبقاش رفيعه قوي. بعد كده نضغط كده من الجوانب علشان تاخد شكل الصينيه. هعمل فيها فتحات بالشوكه علشان العجينه ما تتنفخش في الفرن. وبكده خلاص العجينه بقت مظبوطه جدا في الصينيه. دلوقتي بقى هنحط عليها الحشوه، ومش قادره اوصف لكم الحشوه كانت جميله قد ايه وقوامها كان مظبوط قد ايه. نفردها بقى كويس جدا على العجينه. بعد كده هناخد ربع العجينه اللي احنا كنا شايلينه في التلاجة ونفرده كده ما بين كيسين بلاستيك بالنشابه، ونحاول برضو على قد ما نقدر ان السمك بتاعها ما يبقاش رفيع علشان ما تتقطعش واحنا بنمسكها. نشيل كده الزيادات اللي مش متساويه، وبعد كده نحاول يعني ان كلها تكون قد بعضها واحنا بنقطعها لشرايط. سواء بقى هتستخدموا قطاعه مشرشره او عاديه، المهم ان كلها تكون قد بعض الى حد ما. ناخد بقى الشرايط ديت ونوزعها كده فوق الحشوه. ما تقلقوش خالص من الجوانب ان هي مش مظبوطه، في الاخر خالص هنظبطها. هاخد بقى كده شرايط وافردها داير ما يدور حوالين الصينيه علشان نقفل كده على الشرايط اللي تحت وشكلها في النهايه يكون مظبوط. بعد كده نضغط بقى بايدينا كده في الجوانب علشان خاطر العجين كله يمسك على بعض والشكل النهائي يكون مظبوط جدا. وبكده خلاص الطرت بقى جاهز وشكله زي القمر. يدخل فرن درجه حراره 160 لمده 30 دقيقه. بعد نص ساعه هنشغل الشوايه من دقيقه لدقيقتين، يا دوبك بس ياخد لون من فوق. اوعوا تسيبوه كتير لان هو بياخد لون بسرعه. هنشيله بقى من الصينيه، هيطلع بمنتهى السهوله ومظبوط، لا تكسر مننا ولا اي حاجه، ولونه في منتهى الجمال. يبرد شويه نوزع عليه السكر البودر ونزينه كمان بشرايح الليمون والنعناع. انا بحب جدا اقطعه وهو دافي، طعمه بيبقى حلو جدا. وبس كده وصفه النهارده خلصت. اتمنى ان الوصفه تكون سهله وبسيطه عليكم. مستنيه رايكم فيها واشوفكم ان شاء الله على خير، وباي باي.